ولما نقول صباح الخير من مصر، صباح الخير من المتحف المصري في قلب التحرير، وتلاقي هذا العدد الكبير من السياح الذين يفدون إلى مصر بين حين وآخر. ووفقا للأرقام الرسمية المصرية بنقول إن احنا يعني زرنا في العام الماضي بنتكلم على 17 مليون سائح. لكن تعالوا احنا على مدخل المتحف المصري وتشوفوا روعة المكان والتفاصيل الدقيقة لهذا المتحف ومدخله وما يحتويه. يؤكد على يعني براعة وعبقرية المصري في الإنشاء، سواء كان ما هو موجود إنه هو المتحف تحديدا بدأ 1897 وانتهى 1901، أو ما هو متواجد من تفاصيل دقيقة في مدخل هذا المتحف. ويعني كل هذه الروعة من جزء من مسلة وتماثيل ومنحوتات، وإضافة إلى مئات السياح الذين يفدون إلى مصر. ده يعني الزحام المتواجد سواء كان على طوابير التذاكر. احنا بنتكلم يعني في أوائل شهر أكتوبر 25 قبل أيام قليلة من افتتاح المتحف المصري الكبير. لكن شوفوا الجمال في هذه الزهرة، زهرة اللوتس اللي موجودة في البحيرة، ويعني بهذا الشكل وهذا الجمال التي يعني تتواجد في المتاحف والمعابد المصرية القديمة. نحن معكم في قلب القاهرة في المتحف المصري بالقاهرة، لأن المتحف المصري الكبير متواجد في الجيزة، وهنا معنا ومعكم مئات السياح وروعة المكان وجمال المنحوتات، إضافة إلى يعني ما قد يتواجد في الداخل. نحن يعني على بعد خطوات من الدخول في هذا المتحف المتميز.